فوق النور وما يطلع، لو كل دنياك ياخذها الظالم وما يشبع، من الدنيا بعكسك تفتر، حتى أقرب ناسك يتغير. من الدنيا بعكسك تفتر، حتى أقرب ناسك يتغير. المظلومين عاشوا ميتين، والمظلومين عاشوا ميتين، ما ترحم ضعفك هالدنيا، بس الأقوى اللي يطلع سالم. راح اخليها تصير تحت حكم كاتب. كون احد يعرف انا جاي يمك هنا. طبعا واحد من ربعي يدري. قلت له انت جاي يمي. ليش قلت يا ابو سالم؟ انا مو قلت لك هذا الاجتماع بيناتنا سري؟ يعني ادري سري، بس يعني بصراحه غير تريد الصراحه مني. اني ما امن بيك لان انت مو ثقه وخاف تغدرني. وانت ايش عندك واغدر بيك؟ هسه المهم انت جاي يمي شو تريد؟ انا مفكر من ناخذ الشيخه اخليك بمكان زين. شو تخليني شيخ؟ لا انا شيخ، شلون اخليك شيخ؟ لا عاد شو تخليني؟ اخليك مساعد الشيخ. لا وليش هساني ايش اشتغل عند الشيخ رفع عقاب قهوجي؟ انا مساعد الشيخ. لا مو وياي، انطيك من وارد المحصول. انت غضب عمي، انت هسه ومفرهد محصول العالم، لعد من تصير شيخ شو تسوي؟ يمكن حتى راتبي ما تسلمني اياه. اوقف وياي اوقف وياك. اي عوفني من توقف وياي واحكي لي بالاوقف وياك شلون؟ انا بقرية الهيمة. اي قتلت راقصة من راقصات سماهر. اي وشنو يعني؟ مو انا خاف عمي يزعل واريدك تصير بجانبي. واذا عرف خليه يعرف. هي راقصة بقرية الهيمة، اصلا قرية الهيمة كلهم لملوم، وين ما واحد ذابت العرب يروح لقرية الهيمة. لا تخاف. تدري انت احسن مساعد شيخ بالعالم. بعد رايد شي؟ لا ما رايد شي، ذي مال لا. اودعناكم. ردتها من السما لقيتها بالقاع. تعال تعال تعال، جيت والله جابك. اي اذا ما سويت بيك اللي سويته بسرحان فلا اني ابو سالم. الشيخ كاسر هواية مهتم بهذا، متعب. حقه يهتم بيه، الزلمه انقذ حياته.
زين هو ايش عرف عنه الشيخ كاسر حتى هالقد يهتم بيه ويقول له انت من اليوم واحد من عندنا؟ مهاوش، لا تظل تدردم هواي وتعلي صوتك. اللي يريده الشيخ كاسر غصبا عليك وعليه يتنفذ. كنا بأمر الشيخ كاسر، بس صعب يجي بعدك يعقبك. مهاوش، أنا خاف عليك من نفسك. شنو قصدك؟ أنا مخبل؟ مو هذا قصدي، بس تريد الصدق؟ أنت مخبل. عود ليش أنا مخبل؟ ما يصير تحط روحك ويا الشيخ وأي شيء يسويه تسأل وتناقش. هو أفهم منك ومني بأمور القرية. وهذا متعب هو اللي راح يدير القرية؟ يجوز شاف بيه خصلة تفيد القرية، يجوز هو مخطط له، يجوز يريد يستغله بشغله. ليش تستعجل؟ صحيح أنا خايف على الشيخ كاسر، هذا متعب عيونه تحكي قصص. وتتوقع الشيخ كاسر ما يعرف يقرأ العيون؟ ولك الشيخ كاسر واعي وفطن وما حد يقدر عليه. ذبي العباية ذبي العباية سوي علي إحسان ذبي العباية بالحسنايا بالحسنايا سمرة وسيادة. سماهر تعينا. أمرني شيخ. شنو القصة؟ أشوف وجوهكم تبكي. شيخ البارحة واحدة من البنات ماتت عندنا. شلون؟ شلون ماتت؟ مريضة وماتت. لا شيخ، الشيخ سلطان قتلها. وين وليش؟ قتلها ببيتي لان ما قبلت ترقص له. باكر أجيب سلطان راكع دية البنية راسك يا سلطان. سلطان، خير؟ اشوفك ماشي وحدك بالبستان. يعني شو تريد؟ امشي لي ويا راقصه؟ انت شو جوابك ما بيسلوب، بس حقك تحكي هيك. ليش حقي يا عقاب؟ لان ممشاك غلط، كله ويا الرقاصات واخر شي تقتلهن. اقتلهن شنو؟ انا جايك على سالفه راقصه الهيمه، ترى هاي عيبه بحقك وعيبه بحقي وعيبه بحق عربنا كلهم. لحظة عصبية وصارت بعد، ندفع ديتها ولا تكبر الموضوع. انت عندك هيك قتل الانسان سهل؟ انت تحكي على انسان وهاي راقصة. استغفر الله العظيم، انت ما تقول لي من ياطينا مصنوع، ترى الدم واحد والبشر واحد، وشوف دم هاي المسكينه وين راح يوديك. أنا هسه مقتول. عيونك أقوى من رصاص بندقيتك. تدرين هاي الطلقة أحلى نيشان صارت.
شيخ ايش عجب ما تخاف؟ أنا لا خفت ولا رجفت، وهاي المواقف اللي تخوف الناس أنا أروح عليها. انا اشوفك بالمعارك تجوب مو تكاون. الكونات تنطيني قوة وعزيمة. مشينا. صارت عيونك بس تراقب بهذا الطريق. أنا كل يوم واقفة هنا سهيلة. صحيح الوقفة ما تغيرت، بس حالك تغير ثريا. لا ما تغير. تضحكين على نفسك. وينها ثريا اللي تضحك وتسولف وتلعب بالبستان مثل الأطفال؟ هسه أنتي وحدة حزينة ومهمومة، عبالك ميتلك واحد. لا أنا متأكدة بعد عايش. شوف حظي الأخبر، ولك هو ياهو ومن يا عرب وشنو شغله. انتي تعلقتي بسراب ثريا، انتبهي لروحك لأن راح تضيعين. أنا عشقته سهيلة. لا ثريا، أنا كنت أخاف منك، هسه راح أخاف عليك. أنا نفسي ما أعرف إيش جاي يصير بيه. انتي ايش عرفتي منه؟ يجوز حرامي. لا الحرامية عندهم خوف ومهزوزين، بس هو غير. عيونه كلها تحدي وشجاعة. يمه يمه، قامت تقرأ عيون بنت عمي، بالله ما تقري لعيوني. ماكو مثل عيونه، عيونه ذبحتني. الله يكون بعونك وبعوني أني هم. وانتي شكو؟ أني راح أخلص حياتي ويا وحدة عاشقة لحد الإخبال. على طاري الإخبال، من صدق وجهي يخبل. ايش سهيلة أنا ايش جاي يصير بيه؟ ما جاي أفتهم. يعني معقول أنا هيج؟ لو هذا حلم. لا عاد شلون؟ عبالك تبقين قوية وقلبك ميلين، اجا اللي يلين قلبك. ما سامعة اللي يقولك كل قوي للزمان يلين. تتوقعين أقدر أشوفه بعد؟ لا ما تشوفي. ايش يا خيتي لا تقولين هيج. شلون ما أقول هيج؟ إذا أنت بأول مرة شفتيه صوبتيه، ثاني مرة شو تسوين؟ تقولي خلاص؟ يا خي أنا صوبت صواب يطيب بيومين، بس هو صوبني صواب حيبقى بقلبي طول العمر. حل وابو زايد، أتونس من تتعذبين، وأخيراً إجا اللي يكسر خشمك. شنتانة. ماهود ماوش، اريدك تمشي ورا هذا متعب بس بدون ما يشوفك، ومن يوصل قرية ابو عقاب ترجع. اقول لك هو هذا متعب منين؟ شنو منين؟ غير من عندنا. من عندنا؟ هذا زلمه غريب، شلون نكلفه يحكي باسمنا؟ انت لا تظل تسال هاي الاسئله وما له غرض. انا اسال، العدل من اسال. ترى راح تظل بسوالفك، امشي تبع الرجال وبدون ما يشوفك، افتهمت؟ افتهمت.
رايح. نعم شيخ. تعال هنا. اقعد. أنا جايبك اليوم حتى جاوبك على سؤال قراب بعيونك، وين ما أروح وين ما أجي. شيخ أنا خاف عليك. وأنا بعد أخاف عليك وعلى هيمة وعلى القرية كلها. شيخ اعذرنا هاي ما فهمتها. احنا شو اسم قريتنا؟ قرية الهيمة. يعني من اسمها هيمة، ما بيها خير، بس الخير برجالها. البركة والخير بيك شيخ. لا زراعة ولا تجارة. قل لي بعد كم سنة هاي الناس شو وكلها؟ مو المفروض احسب حسابها؟ شيخ وعقلك يدير كل هاي القرى. عفي عليك، هي هاي امنيتي، واريد ادير هاي القرى كلها. دوختني شيخ. بعدك الشايف. يا أهلا وسهلا بالضيف. وبالمهلي شيخ أبو عقاب. أنت ما قلت لنا شنو اسمك؟ ومن يعرب أنت؟ أنا متعب، مرسال الشيخ كاسر. كاسر؟ يعني أنتوا جماعة الهيمة؟ إي، إحنا قرية الهيمة وشيخنا الشيخ كاسر الله يحفظه. والنعم والنعم. ما بقى علينا إلا الرواقيص يززون مراسيل. شنو الحكي هذا أبو سالم؟ كل الناس خير وبركة. إيه يا متعب، شنو سالفتك؟ سمعنا. هاي قرية الشيخ عقله ويسموها قرية الثريا. ثريا؟ صدق هي ثريا وثريا. يعني انت عينك عليها؟ احبها، هي احبها، اقصد القرية حلوة وغنية وكبيرة. اي بس يرادنا نكتشف هاي القرية حسب الموجود. اذا ما تريد تبدي بيها شكو جايبنا عليها؟ تعلم، لا تسأل وكأنك تريد تعلمني، اسأل حتى تتعلم. العفو الشيخ، مو هذا قصدي. يلا هسه بدت المجازفة، يرادنا نكتشف هاي القرية. نروح للبستان. الشيخ يري السلطان يجي للقرية ويتقدم للمحاكمة، والشيخ كاسر نفسه يحكم عليه. ولك انت مخبل تحكي هذا الحكي بديوان الشيخ ابو عقاب؟ على كيف يا اخوي، على كيفك. شيخ حكي عم ابو سالم صحيح، والمفروض نكتل هذا المرسال على هاي حكايته. لك فوق دقتك الباطله، تريد تقتل الرجال هو ايش عليه؟ كافي كافي، لا حد يحكي بعد. عمي متعب، سالفة ابن اخوي سلطان غلطان ما يختلفون عليه اثنين، بس سالفة المحاكمة شيء جديد وغريب، لأن سناين الأشاير تقول القاتل يدفع دية المقتول لأهل المقتول، واحنا ندفع الدية ضعف. ندفع الدية ضعف؟ شلون شيخ الله يطول عمرك؟ يعني هي فد وحدة. الله يا لساني، استغفر الله العلي العظيم.
عادية ماتت واخذت جزاءها. اخذت جزاء شنو يا ابو سالم؟ البنيه ماتت مظلومه. خلاص عم متعب، تروح تسلم لي على الشيخ كاسر وتقول له احنا راح ندفع لكم دية هاي المرة ضعف وهاي. صايح خليك هنا. الشيخ صعب ندخل العرب والشيخ عقله لوحدنا. انت شايف صايح، هسه بديت تشوف. روح شوف الخيل مربوطه لو لا. صار شيخ. اوقف هنا. اذا شفتني صوبت لا تجي علي بسرعه وشيلني. تتصوب شيخ؟ متعب، عندي حكاية مهمة وياك. هسه عاد المهم غير، أنا ما أريدك تزعل مني. لا عمي ما زعلت. اي واريدك بصراحه تسلم لي على سماحه، تقولها ان شاء الله الفصل مال البنيه يصير ضعف، اي مثل ما قال عمي الشيخ ابو عقاب. ان شاء الله. اي ان شاء الله. يلا متعب، انت توكل وراك طريق. اي عمي اودعناكم. اي الله وياك. الله وياك. الله وياك. ها بشر، طلعت فلوس الفصل. اي يصح عليها المثل من لحم ثورك وطعمك. لا ابو سالم، حستك توصل لك بعدين. بعدين وانت شلون راح اضمنك انا؟ بس انا ابو سالم سلطان. انت ما تخافوا من الموت؟ شنو انت؟ جني؟ الحمد لله، جني ولا شيطان. سبحان الله، جبت شنو ملاك. سبحان رب اللي صورك. الشاعر يقول: ما الجرح بميت إيلامه، وأنا ميت من يوم صوبتيني بعشقك ورميتيني بحبك. أنا ميت شوق ولوعة. اوف هالحكي، روح لأهلك لا يجون أهلي. أنا ما يهمني أحد،
لا أهلك ولا أهلي ولا أي واحد، أنت وبس اللي تهميني. ثريا ثريا وينك؟ ثريا خليني أروح أقتله وبعدين نرجع نكمل كلامنا. هذا ابن عمي، روح بسرعة ليلم علينا الناس. ثريا أنا عشقتك، إيش وقت أشوفك؟ دا أقول لك ابن عمي وصل، روح. بوي أنا ما ردت أعارضك قدام أبو سالم والمرسال، بس سلطان هو المعتدي، وكان المفروض الرد ويا المرسال واحد يعتذر ويدفع دية البنية. بس لا تنسى هاي قرية الهيمة قرية مشاكل، وهذا كاسر لا مداير ما دايره كل مطرود ومسلبتشي وقطع طريق وصاير شيخ عليهم. بويا أهل الهيمة ناس بسطاء ومغلوب على أمرهم، واللي يحكمهم كاسر وعصابته، بغض النظر عن الكلام اللي حكاه سلطان عنهم، لأن سلطان تعدى حدوده، وأنا أتوقع كاسر ما راح يسكت. لا بالفلوس يسكت. أنا أعرف كاسر يحب الفلوس أكثر مما يحب أهله. صدق بويا سؤال. قول يا ابني. كاسر من يا عرب؟ والله هو ما حد يعرفه منو أبوه، بس كل الناس تعرفه شراني وجسر وما يخاف أحد. هاي الفلوس قسمتهن بالنص. وين يقول بالنص شيخنا؟ ايش تقصد ابو سالم؟ انا سلطان بن شيخ سرحان، تريد تقول انا حرامي؟ لا حشاك، بس ردت اذكرك يعني يقولون انت ضعيف بالحساب. ومنو قال لك انا ضعيف بالحساب؟ عمك الشيخ ابو عقاب قال ابن اخوي سلطان كلش ضعيف بالحساب. انا قاصدها اسوي روحي ضعيف قدامه، لان تعرف كل شيخ هو له طريقته الخاصه. اي لا عاد انت بهاي حقك يا شيخ سلطان. احنا ما ناخذ دية، هذا مو ضعف ولا غيره. راح نقول لهم لو تسلمون سلطان لو احنا نجي ناخذه. شيخ تريد ارجع عليهم؟ اي بس انا مستغرب من عندك، انت رجعت بدون سلاح. السلطان وابو سالم اخذوا كيس الفلوس من سرج الفرس. شلون؟ شيخ اني من طلعت الفرس اريد ارجع، سلطان طلع وراي وابو سالم لهاني بالحكي، وسلطان قام يفتش بالسرج، واني شفته شلون طلع الفلوس. ليش ما قلت للشيخ ابو عقاب؟ خفت يثامرون علي ويقتلوني. انا ما ارتحت لهم من كانوا قاعدين بمضيف ابو عقاب، ظاهر هم مسيطرين على الشيخ. شيخ انا هاي السالفه ما اصدق بيها. صحيح، حبل الكذب
قصير مثل ما يقولون، وباكر راح يبين كل شيء، وراح نعرف هذا الحبل على يا رقبه راح ينلف. صدق زلمة سبع. ما شفت الزلمة بشجاعته. زين انتي ما عرفتي اسمه ومن يا عرب؟ غير أخوك قعدني من الحلم. حبيبي وين انت هسه؟ تعرف ايش قد مشتاقت لك؟ أنا أعرف اسمك. ها تقولين ما أعرف اسمه؟ هو اسمه حبيبي. انتي الظاهر بغير عالم، أنا أروح لأهلي أحسن. سكتي شوية سهيلة، أريد أسمع حبيبي إيش جاي يحكي وياي. احكي حبيبي، دا سمعك. صحيح هذا اللي وصلني بخصوص فلوس المرسال؟ هم ذولا شنو تريد تسوي لهم بقيمة؟ أنا أدري أنت ولا تهتم لهم، بس هيك تريد تسوي عناد بي لأن تغار مني. أنا غار منك؟ على شنو بالله غار منك؟ لأن أنا سبع وأريحي والناس تحبني. على شنو يحبوك؟ لأن أنت مرافق الرقاصات؟ لو تبوق فلوس الناس الفقراء؟ يا فقرة، هو هذا متعب تلقاه بايقهن؟ أنت تصدق هذا المهتلف عنده هاي الفلوس؟ عقاب، مو أنت من شيخ، شغل عقلك. وأنت هم شغل ضميرك. أنا ما قلت لأبوي لأن أخاف على صحته. عافية عليك، زين سويت عقاب. شغلة البنية وعرفناها يا بهاوش. شنو هي الشغلة الثانية؟ شيخ هي مو شغلة، هي دقة، وما أريد أوصف هاي الدقة بوصف ما يليق بهذا المكان، بس نقول دقة. والله لا تقوم تتمنطق براسنا دقة ما دقة. قول شنو هي السالفة يعني الثانية شنو هي؟ اكو غير كتلة هاي اللي تشتغل ويا سماهر؟ اجا مرسال الشيخ كاسر عليكم، وكان شايل وياه مبلغ كبير خاله بسرج الفرس. جاي تسمع ابو عقاب؟ ذول القرية مال حرامية ونصابة. أنا قاعد بديوان عمك الشيخ وما راح أرد عليك. ولكن انتم الغجر هم صار عندكم لسان تتمنطقون. أنا أترخص عم الشيخ. كمل حكيك يا مهاوش، شنو الدقة الثانية؟ سلطان وأبو سالم أخذوا كيس الفلوس من سرج الفرس. راح اسويك عبرة لكل من يتطاول على ابناء الاصول. اقعد ابو سالم، اقعد، ما يصير تهين لك واحد قاعد بديوان ابو عقاب. اعذرني عمي، كله من ورا هذا ابن الهيمة خلاني اطلع من طوري. شنو دليلك على هذا الحكي يا مهاوش؟ متعب شاف سلطان ياخذ كيس الفلوس من سرج الفرس. متعب كذاب، وانتم قرية مال نصب وكذب، واحسن وحدة بيكم سماهر. أنا قاعد بديوان عمك الشيخ وما راح أرد عليك. كمل يا مهاوش. أبو سالم لها متعب بالكلام، وسلطان أخذ كيس الفلوس من سرج الفرس. ولك أنت ما تستحي تكذب قدام الشيخ؟ عمي مهاوش، إذا ما عندك دليل ما يصير تتهم. يجوز صاحبكم هذا أكل عليكم الفلوس وطلع بهاي السالفة. يجوز كل شيء يصير شيخ، بس أنا أعرف أبو عقاب رجال معدل، والحظ والبخت يمه وما يعدي، وكل العرب تشهد بهذا الشيء. مهاوش، فلوسكم وفلوس دية المسكينة
ترد لكم، وأنا نيابة عن أبوي وأهل القرية أعتذر منكم. هذا شلون حكي؟ شيخ عقاب، معناته أنت جاي تقولهم إحنا بايقين. ابن عقاب شنو هذا الحكي منك؟ أول مرة أسمعك ما تحسبها بالمضبوط. يا بس مو وقت هذا الحكي. الحارس هو اللي باقي الفلوس من سرج الفرس مال متعب، والحارس اعترف لي. أنا أبوك يا عقاب، يا وسفة الوسفة، يا فشلة الفشل. عم مهاوش احسبها علي. العيبة على اللي سوى العيبة، وانت يا عمي مقامك عالي وما قصرت لا انت ولا الشيخ عقاب. يا جماعة أنا بصراحة تعذروني، ما كنت تدري هذا ادوني بايق الفلوس من خرج الزلمة. لا والله، فلوس الخرجية وفلوس الدية ترجع مضاعف، واحنا نعتذر. وقل له الكاسر، سلم لي عليه وقل له ترى ابو عقاب تو عرف بالسالفة. عم الشيخ كاسر يسلم عليك، وقال لي يجينا ابو سالم وسلطان وشايلين وياهم فلوس الدية والفلوس اللي باقوها، ويعتذرون من عندنا. هذا تخبل. شنو نروح احنا؟ هو منو كاسر؟ كاسر خلي يولي، هذا نغرب روحه. عم مهاوش، مثل ما قلت لكم كل شيء يرجع لكم مضاعف، بس يرحون ابو سالم وسلطان لا، هاي الشغله ما مقبوله. ومثل ما سمعت انت، الحارس هو ماخذ الفلوس، يعني ابن اخوي سلطان وابو سالم ما لهم غرض بالموضوع. هذا شرط الشيخ كاسر، واذا ما جيت اليوم بالليل الشيخ كاسر يجيكم وياخذ الحق بيده. خليه يجي، خليه يجي اذا ما كسر رجليه. واحنا نريده يجي على مود نخليه يلحقها اللي ماتت بسبب عشقها. انشب يا سلطان، شنو هالكلام الفارغ هذا؟ عمي مهاوش، انت سمعت ردنا وسلم لي على كاسر، وان ما اجى اليوم مثل ما انت تقول، باكر الصبح مرسالنا يجيكم بالفلوس. يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمي حكيت وياها وما قبلت. انت هم لازم تنطيها وقتها. شو انطيها وقتها؟ بصراحة أنا أيست منها. ابني حاير، طبعا ما تقبل بيك. انت المفروض تتقرب عليها، المفروض تروح يمها، تطلعون على البستان، تسولف وياها وتسولف وياك وتحسك قريب منها. شو تحسني قريب منها؟ هي 24 ساعة ملتهية طق شيلات. عمي عمي دخيلك خلصني، يردون يقتلوني. سلطان ايش بيك؟ بعد شيء؟ خلصت منهم عمي، يردون يقتلوني. قتلوك؟ ما جابتها ام اللي قتلك وانت بديوان عمك، منوها؟ كاسر وعشيرته عمي. كاسر؟ ارجو المغفرة عمي. استغفر الله، لا تطلبوا المغفرة بس من الله سبحانه وتعالى. عقاب. نعم يابا. حاضر الزلم والفشق. حاضر يابا.
دق سلاحك. يلا فروجك. يلا. قاب شأنك طالع بنص الليل؟ روح ارجع نام بحضن امك. بلغ لابوك وقل له اذا ما سلمتوني سلطان بظرف 3 ايام راح ارجع لديرتكم واحرقها على راسكم. فاهم؟ خسى على شاربك. يلا ولك، يلا قوم ولي. انت السبب، كل اللي صار من جوا راسك. انا ندمان، صدقني انا ندمان. وش يفيد الندم؟ راح يرجع الزلم اللي تشتلت؟ لو راح يرجع البيوت اللي احترقت. انا ما حاسب اي حساب صدقني، ولا متوقع كاسر هيك راح يسوي. قلت لك دم هاي المسكينه راح يطاردك طول حياتك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. يعني ما حسيت، ما فكرت، ارتحيت هسه؟ احكي، قول. يعني من نزلت راسنا وراس عمك قدام الناس ارتحيت؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل عليك. يعني كاسر هو الطلب منك تبلغني بهذا الوعد؟ ايه يابا. ابو سالم، شنو الحل برايك؟ والله شو اقول لك يا شيخ ابو عقاب، هذا ابن اخوك مصيبه كبيره ما تنحل بليله ويوم. لا عاد انا ليش اسيلك واستشيرك واخذ برايك؟ غير انا اعرف انت الفهيم، تنصحني لو بس اسمع منك ملامه وحكي فارغ ويبط القلب. يعني شو تريد اقول لك شيخ؟ هذا الحكي صدق. يا ابو عقاب. ايه يابا. تصعد فرسك وتروح للشيخ قاصد تبلغه سلامي وتحكي له على محنتي هاي، عسى ولعل يتدخل بهاي المصيبه ويخلصنا من كاسر وشره. زين ليش ما تأجلها للصبح ونروح انا وياك؟ لا يا ابو سالم، ما عندي سالفه بات للصبح. على مود الشيخ قاصد يطلع قبل الفجر ويتفاهم ويا كاسر. اي براحتك شيخ. يلا ابني توكل بالله. حاضر يابا، اودعناكم. الله يحفظك وليدي. عقاب، ايش رايد؟ هملك عن تطلع بعد اللي سويته؟ انا نادم يا اخوي، الله يخليك خلصتني من الندم اللي انا بيه. اخ لا مو انت ابن عمي الوحيد، كان قتلتك وخلصت الوادم منك، بس تبقى ابن عمي الوحيد، شو اسوي؟ اقتلني وخلصني. عمي اترجاك اقتلني وخلصني. اهدى وليدي اهدى.
خذها